حفيظة عارجي خرجت فيه الدعوة ديال المغاربة، خرجت فيه ديك الملحة اللي كان مع المغاربة، تعرى أمام الشعوب العربية. يوما بعد يوم يكشف النقاب عن هذا المعلق الغبي. بعد ما مشى كان في الرياضة جاب يدخل المضمار ديال السياسة ويناقش السياسة، ولكن بان بأنه مجرد كركوز كوميدي من درجة تافه. هذا السيد اليوم اللي تعرى، يعني تعرى انكشف أمام الشعوب العربية، كتب واحد التدوينة دارت البوز اليوم في المغرب. هذه التدوينة مفادها ويقول فيها بأن، اسمع لي مزيان، المغرب كان من المؤسسين ديال البوليساريو سنة 64، سانده في نضاله ضد الاستعمار الإسباني، يعني المغرب ساند البوليساريو، مثل الجزائر وموريتانيا وليبيا وتونس والصحراء الغربية، جمهورية معترف بها في هيئة الأمم المتحدة. هذا السيد التدوينات ديالو هذه الأيام كانت كلها يعني منسجمة مع البروباغندا الإعلامية ديال الجزائر الاعلام ديالها كلشي خدام، المدونين كلشي خدامين كي يتكلموا وكيستغلوا الازمه ديال الزلزال ديال سوريا وكذلك تركيا، كيبينوا بان الجزائر تناصر الضعفاء وتناصر الشعوب. هي عزيز عليها تبان شي ازمه، شي مصيبه كحله تبان في شي شعب عربي باش دير النيف ديالها وتبان واعره. انطلاقا من هذه الازمه انتقل هذا السيد درجة بدرجة ليكتب لنا هذا التعليق، يعني من سوريا وزلزال سوريا ربطه بهذا التعليق. وغادي نوريكم القصة الكاملة لهذه التدوينة في هذه الحلقة اللي كلشي كيضحك عليها اليوم. غادي نبينوا كذلك انسجاما مع الموضوع كيفاش المعارضة السورية اليوم فضحت النظام الجزائري وقالت ليه راك ما وصلتي لنا حتى شي مساعدة، هذيك بروباغندا إعلامية وكذلك واحد الرشوة كتعطيها لبشار الأسد، هو اللي كيتصرف بها حسب المعرفة ديالو. إما الناس والشعب اللي مكلوم اللي كلا الدق وكلا العصا من هذه الكارثة الطبيعية هو إرادة ربانية لا رد لها واختبار للشعب السوري من الله سبحانه وتعالى. قالوا لي بأنه ما وصلنا والو. إذا تبعوا معنا هذه القصة الكاملة، ماشي حلقة، قصة كاملة ديال هذه التدوينة من الأول حتى الآخر. مشينا. حفيظ التعرجي مرة أخرى يستمر في أنه يتحرش بالمغرب وبالوحدة المغربية. كتب هذه التدوينة المستفزة وجابها من سوريا باش يحطها لنا هنا. مزيان، بغيتوا تعرفوا القصة شنو هي؟ لا بغيتوا تعرفوها تبعوا، خصنا نرجعوا شي شوية اللور باش نعرفوا شنو واقع بالضبط. هذه أيام قليلة حفيظ التعرجي تا هو كيكتب تدوينات بحاله بحال الآخرين من أجل أنه يبين بأن الجزائر كانت سباقة وبدون فخر ولا منا، وحنا اللي كنعطوا لسوريا، وحنا اللي درنا لسوريا، وحنا اللي صيفطنا للطيارات لسوريا ونقذنا واحد البنيانه وجبنا واحد المراه من هنا. يعني بغا يبينوا البطولات اللي ما عندهمش بطولات في التاريخ، بغاو يبينوها من استغلال هذه الازمات. ناضوا مجموعه من المعارضين السوريين وكذلك مجموعه من الصحفيين السوريين ردوا على هذا الشيء وعلى هذا الاستغلال المشين للجزائر لهذه يعني الاختبار الرباني للشعب السوري. اش كتب قتيبة ياسين اللي هو صحفي واعلامي سوري؟ هناك معلق رياضي مهمته تلميع بشار الاسد صرعنا بطائرة جزائرية وصارت لدمشق لمساعدة المتضررين، دخلت لأرى هذه المساعدات وإذا بالطائرة محملة بزيت القلي. بالله عليكم شاهدوا الصورة، أليس هذا زيت القلي؟ ما هذه الحركة الاستعراضية يا عسكر العار؟ شعب الجزائر أكبر منكم يا جهلة. مصيفطين لهم عباد الله بدونات ديال الزيت، مصيفطينهم يا ودي راه هذوك البدونات وسيروا هادو دوك اللي خداوهم دوك التوانسه مساكن، كاين اللي يداي مع شي بيدو ديال الزيت، شي راجل شي مواطن جزائري مخبي واحد جوج بيدونات ديال الزيت لدوير الزمان في الدار، كيمشيو كيلقاو عليه القبض، كيقولوا هذا مهرب للزيت، كيشدوا هذاك الزيت كيخبيوه حتى جايبوهم مستوكين ومسيطرين لسوريا. لا اله الا الله محمد رسول الله بالصوت والصوره. اسيدي الا شفتوا هذا كتب مقال هذا الصحفي، اسيدي غادي نمشيو للشعب السوري من عين المكان من وسط الانقاض، هو اللي غادي يعطينا الشهاده ديالو في هذه الامور. واسمعوا لواحد الشاهد.
وردتنا رسالة من أخ من الجزائر قال لي ليش عم تطلبوا مساعدات؟ هي حكومتنا أرسلت مساعدات لسوريا اللي بده يوضحوا للشعوب وخاصة الشعوب العربية إنه المساعدات اللي بترسلها الحكومات لسوريا عم بتروح للنظام، والنظام هو اصلا حريص على قتلنا وهو اللي ارتكب المجازر فينا، بالتالي اكيد ما راح يوصلنا من هالشيء. المفروض يتم ارسال المساعدات وخاصه بالاليات الثقيله وغيرها من المساعدات لمناطق شمال غرب سوريا، لمناطق المحرره الخارجه عن سيطره عصابه الاسد. سمعتوا مزيان؟ المتضررين من الزلزال هما السوريين الخارجون عن سيطرة الأسد، الأراضي التي حررها الثوار السوريون من قبضة السفاك بشار الأسد. يعني هذه المساعدات وهذه يعني الجسور الجوية اللي كتقولوا أنكم صيفطوها لسوريا راكم صيفطوها لبشار الأسد، صيفطوها إلى الأراضي التي يسيطر عليها بشار الأسد، في حين أن الأراضي التي تضررت من الزلزال هي الموجودة في شرق يعني شمال غرب سوريا التي لا تقع تحت نطاق سيطرة جنود الأسد. وبالتالي الأسد ما غاديش يعطي هذه المساعدات إلى المتضررين الحقيقيين من الزلزال. هذه الأمور فقط بروباغندا، والرسالة ديال كذبون إلى بشار الأسد تؤكد هذا الكلام، لأن تعامل الجزائر مع بشار الأسد ومع النظام القائم اليوم في سوريا. هنا ناض سيدي المسمى حفيظ التعرجي بغيرد زعما على هذه النداءات. هو يكتب: من حق المعارضة السورية أن تعارض نظام بلدها كما تشاء، لكن لا يحق لها معاقبة الشعب السوري والتهكم على من يقدمون له المساعدات الإنسانية في مواجهة المحنة التي ألمت به. الجزائر مثل غيرها من البلدان تتعامل مع الدول والأنظمة القائمة فيها وليس مع المعارضة ولا الأفراد ولا الجمعيات. كتب هذا التدوين وردت عليه وحده اخرى في التعليقات، قالت ليه الجزائر مثل غيرها من يعني كتسائل: الجزائر مثل غيرها من البلدان تتعامل مع الدول والأنظمة القائمة فيها وليس مع المعارضة ولا الأفراد والجمعيات. هل أنت متأكد يا حفيظ التعرجي من هذا الكلام؟ ماذا عن البوليساريو؟ وهي تجبد لي البوليساريو، قالت لي انت الا كنتي كتعامل مع الدول ومع الأنظمة القائمة وليس مع الجمعيات ومع الحركات يعني الثورية ولا الإرهابية ولا الانفصالية ولا سميها ما شئت، وليس مع الأشخاص، وماذا عن البوليساريو؟ هل البوليساريو دولة؟ هو يجاوبها. هنا فين جات القصة ديال هذه التدوينة اللي صنعت اليوم البوز. قال لهم المغرب كان من مؤسسي البوليساريو سنة 64. اش دخل المغرب؟ السيدة سولاتك على البوليساريو؟ بقى سيدي في البوليساريو سنة 64 سانده في نضاله ضد الاستعمار الإسباني مثل الجزائر وموريتانيا وليبيا وتونس والصحراء الغربية جمهورية معترف بها في هيئة الأمم المتحدة. وك عباد الله شاد الكذوب، وك شداك عباد الله تهضر في السياسة وفي التاريخ والجغرافيا، خليك غير ديك با 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 هذه هي اللي كتعرف. اوه لا 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 با 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 بارك عليك غير في هذيك با با با. اش داك تهضر في شي سياسة وأقمت الحجة عليك بأنك غبي وبأنك لا تفقه شيئا في تاريخ النزاع وفي تاريخ هذه المنظمة الانفصالية الإرهابية التي تبنتها الدولة ديالك. نعم تبنتها الدولة ديالك، لأن من أسس هذه العصابة الانفصالية هو المعمر القذافي سنة 1973 وليس 1964. تبنى التأسيس ديالها وأسست هنا في مدينة طنطان، يعني حتى في مدينة ليس متنازع ولا تطالب بها البوليساريو اللي هي مدينة طنطان. طنطان راه ما دخلش يعني في المناطق اللي بغاتها البوليساريو. هذا واحد. ثانيا 1964 او بداية الستينات المغرب اللي حط الدوسي ديالو من اجل تصفية الاستعمار في الامم المتحدة تحت مسمى الصحراء الغربية، لان المغرب كانت عنده الصحراء الشرقية وكانت عنده الصحراء الغربية. كان كيطالب بالصحراء الشرقية من فرنسا والصحراء الغربية يطالب بها من إسبانيا، حين كانت تسمى الصحراء الإسبانية. زائد واجهة الطامة الكبرى، لا تعترف الأمم المتحدة بشيء اسمه الصحراء الغربية أو الجمهورية العربية الصحراوية، لا تتكلم عنها نهائيا، غير موجودة في أرشيفها. وحتى
في الوثائق ديال يعني البوليساريو وديال جمهوريه الوهاب ما كيسميوش راسهم جمهوريه الصحراء الغربيه، كيسميو راسهم الجمهوريه العربيه الصحراويه، لانها ملي تاسست في السبعينات كان المد القومي العربي عند في مصر وكذلك في العراق وفي سوريا وهاد الناس اسسوها ما يسمى بالجمهوريه العربيه الصحراويه باش يجيبوا يعني الشعوب العربيه كانت فيهم النزعه القوميه، باش يجيبوا التعاطف ديال العرب والتعاطف ديال الانظمه القائمه عند العرب التي كانت تعادي الملكيات. كانوا بغيو يسموا هذه الجمهوريه العربيه على ارض امازيغيه تاريخيه. راه لا يعقل انه على ارض امازيغيه لم تسمى اي دوله في شمال افريقيا ما عمرها ما سمت راسها، او في المغرب العربي الكبير ما عمرها ما سمت راسها الجمهوريه العربيه، حتى جيتوا انتم بتسموها الجمهوريه العربيه. لا وجود للوهم في الامم المتحده. صحح معلوماتك ورجع للسيت ديال الامم المتحده فيها قائمه الدول الاعضاء وتم تعرف واش هي عضوه ولا ما عضوه. الا قلت لكم اكثر دوله ولا اكثر نظام ولا اكثر عسكر ولا قتل ودبح في شي شعب عربي في هذا القرن الاخير، او في واحد 80 او 90 او 100 سنه الاخيره، كلكم غادي تقولوا لي اسرائيل قتلت ودبحت منذ 1948 في الفلسطينيين الالاف بل عشرات الالاف، وهي اكبر مجرم في المنطقه العربيه. شوف هاد الاخوان انا ما كندافعش على اسرائيل ولا على شي نظام، انا غادي نعطيكم ارقام لتقارنوا فقط. غادي نقول لكم لا احبس، كم قتلت اسرائيل حسب الاحصائيات ديال الجامعه العربيه والاحصائيات المعروفه في العرب، ماشي في فلسطين، في العرب قتلت 100,000 عربي من 1948 الى حدود 2023، ما يناهز ما يقارب 100,000 عربي، فيها 70,000 فلسطيني، جميع المذابح، جميع النكبات، جميع ما داز 70,000 فلسطيني، 70,000 فلسطيني و30,000 عربي لأنها دخلت في حروب مع العرب سواء في 67 أو 73 أو في بعض في 48 وزيد، يعني 100,000 عربي، يعني في ظرف من 1948 إلى 2023. بشار الأسد شحال قتل فاش في الشعب ديالو في الحق ديال الناس اللي زعما هو حاكمهم؟ 350,000، التريبل ديال ما قتلت إسرائيل في العرب من 48 إلى 2023. قتل الضعف بثلاثة المرات والنصف بشار الأسد من 2012 أو 2011 إلى حدود اليوم. رقم مهول جدا. إذا أنت يا النظام الجزائري مطبع مع أكبر سفاك وأكبر دباح ودراكولا الدماء في الوطن العربي اللي هو بشار الأسد. خذنا عرينا هذا المعتوه الأبلع الأحمق الغبي الذي لا يفقه شيئا إلا تلك الكلمة المسماة أو تلك العبارة المعروفة با 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 با.